نزلت البوست بتاعي ده عشان فعلا الناس ما تاخدش الحقن دي، الواحد ياخدها عشوائي، ده غلط. يعني في أكتر من 5 أو 6 أشخاص في خلال شهر واحد بس طلعوا أعلنوا عن إصابتهم بنفس المشكلة. شنطة ياسمين عبد العزيز في أول ظهور ليها بعد إعلان المقاطعة من ديور وسعرها خيالي. أول رد من ياسمين عبد العزيز بعد الهجوم اللي حاصل عليها بعد إذاعة إعلانها الجديد واللي كان في المتحف المصري الكبير، ونشرت صورة ليها على صفحتها بالفستان اللي حضرت بيه الحفلة واللي كانت ماسكة شنطة من شركة من شركات المقاطعة. مش بس ردت على النقد ده، دي كمان لسه مستمرة في إن هي بترد على الهجوم اللي حصل على الإعلان بتاعها. أول رد من ياسمين عبد العزيز بعد الهجوم اللي حاصل عليها. تاني خبر، إدوارد بيحكي تفاصيل وعكته الصحية، وخلينا نشوف إيه اللي حصل. اللي حصل إن إدوارد نشر ستوري على صفحته بيعلن فيه عن دخوله في أزمة صحية شديدة، وده بسبب تناوله حقن التخسيس. وده لما كتب وقال كلام مهم جدا، أنا كنت باخد حقن التخسيس تحت إشراف دكتور تغذية ونزلت حوالي 15 كيلو. كنت باخد حقن معينة ودي الدكتورة نصحتني بيها، بس مشكلتها إنها بتتاخد كل يوم في المعدة، بس ميزتها إننا بنقدر نتحكم في الجرعات عشان ما نتعبش، ووصلت للوزن اللي أنا عايزه. ودخلنا بقى في مرحلة التثبيت، واللي الدكتورة طلبت مني فيها إني أروح لدكتور جهاز هضمي أعمل تحاليل ونطمن، بس أنا طنشت وقلت لها أنا هاخد حقن أسبوعية بدل اليومية عشان تعبت من كل يوم حقنة. وفي ناس نصحوني بحقنة تانية لأنها أسبوعية ومش قوية زي المونجارو. فضلت أخدها لمدة 5 أسابيع كل يوم حقنة، وكانت تمام معايا. وكانت برضو دكتورة التغذية بتسألني على التحاليل كل فترة، وبرضو كنت بطنش لأني كنت تمام ومش حاسس بأي حاجة، وكمان لأني لا كنت بتخن ولا بخس وباكل عادي، وكنت مواظب على دايت مع الدكتورة لحد الأسبوع اللي فات، واللي فجأة بقيت مش جعان خالص، وقعدت 4 أيام مش بدخل حمام ولا قادر آكل، ووجع شديد جدا في معدتي. وبعدين دكتورة التغذية قالت لي وقف الحقن وروح لدكتور جهاز هضمي فورا، وعملت كده فعلا ورحت للدكتور، واللي قال لي ان حصل شلل مؤقت من الحقن في المعدة وكان مفروض تتابع مع دكتور التغذية. قلت له انا اللي كنت بطنش عشان كنت تمام. قال لي الحقن مش وحشة ومفعولها كويس، بس انا انصح اقصاها 3 شهور وتوقف فترة وبعدين ارجع تاني، بس لازم برضو متابعة مع دكتور تغذية. وبعدين من غير ما اطول عليكم، انا بقالي اسبوع بتعالج وعملت كل التحاليل حتى صبغة على الكلى، والحمد لله ما عنديش غير شوية أملاح زي كل المصريين. بطني بتتحسن واحدة واحدة ولسه المعدة وجعاني، والدكتور قال لي من 8 ل 9 أيام ترجع عادي وإن شاء الله أبقى كويس. أنا حكيت لكم تجربتي عشان بقول لكم إن الحقن مش وحشة وجابت نتيجة هايلة معايا، بس لازم متابعة مع دكتور التغذية أو دكتور جهاز هضمي، ولو أمكن كمان يكون دكتور قلب عشان سرعة ضربات القلب. أتمنى أكون قدمت لكم معلومة كويسة عن تجربتي، وربنا يشفي أي حد تعبان وأشوفكم دايما كويسين. وكمان علق بتسجيل صوتي عشان ينصح الناس. انا الحمد لله بتحسن وحالتي بتتحسن. ياخد وقت، الدكتور قال لي ياخد وقت كده اسبوع 8 ايام، بس الحمد لله انا بتحسن. وانا نزلت البوست بتاعي ده عشان فعلا الناس ما تاخدش الحقن دي من غير متابعة طبيب جهاز هضمي وطبيب قلب ودكتور تغذية. لازم كل ده مع بعضه، الواحد ياخدها عشوائي، ده غلط. ويا رب ان شاء الله كل الناس تبقى كويسة، وانا ان شاء الله كده عملت التحاليل والحمد لله كويسة، والحمد لله في تحسن. فالحقيقة بقى ان ادوارد مش اول واحد من الوسط الفني اللي يطلع يشتكي نفس الشكوى دي بالظبط، وهو حدوث شلل مؤقت في المعدة بسبب حقن التخسيس. يعني في أكتر من 5 أو 6 أشخاص في خلال شهر واحد بس طلعوا أعلنوا عن إصابتهم بنفس المشكلة، واللي كانت أولهم هند عبد الحليم. أنا اللي حصل لي ده حصل لي بسبب حقن التخسيس. تعبت جدا جدا جدا، دخلت المستشفى، حصل لي شلل مؤقت في المعدة أدت إلى أن أنا مش عارفة آكل، مش عارفة أشرب، وألم رهيب، وكنت قاعدة على المحاليل. وبعدها خالد الصاوي، حقنة منهم أدت إلى توقف الجهاز الهضمي، ورحنا المستشفى بتاع ويومين في المستشفى عشان نشوف هنحرك الجهاز الهضمي ده إزاي. طبعا قلت لخبير التغذية الدكتور واتفقنا إن إحنا نرمي الحقن، فيا جماعة لو سمحتوا خلوا بالكم من الحقن دي، أنا رميتهم. وإلهام شاهين، هي لازم تتاخد لفترة صغيرة مش كبيرة. أنا بقالي كتير باخدها فعشان كده ضعفت. لازم تتاخد بشكل صح ومع دكتور، مش حد ياخدها كده من دماغه، لأن في ناس بتسمع مننا حقن تروح تشتريها وتاخدها وده مؤذي.
واخرهم منى فاروق، واللي كانت امبارح بس لسه خارجه من العنايه المركزه. خدنا جرعه 22/11 وطبعا قعدنا نرجع برضو 3 ايام، بس ما رحتش للدكتور عشان هو قال لي ما تاخديهاش. خدنا جرعه 28/11/2024 يوم الخميس الساعه 9 بالليل، جرعه 5%. هنا بدات يظهر عليا ان انا ارجع دم، برجع من معدتي دم وبنزف من لما باجي اخش الحمام دم، وبنزف من مناخيري دم، فالدم خضني. قلت له انا اسفه ما سمعتش كلامك، وانا خدت المونجارو تاني جرعه 5. فخلينا نقول ان الحقن دي لازم تتاخد تحت اشراف طبيب، ولو في اي حد بيتناولها فلازم اول ما يحس باي عرض غريب لازم يتجه للطبيب اللي متابع معاه او على اقرب مستشفى، لان الشكوى دي مش حاله او 2، ده واضح ان في اجماع على كده. هو الحقن دي بتشتغل ازاي؟ هي بتبطئ تفريغ المعده، فالواحد يحس بامتلاء ويحس ان كمان مش قادر ياكل، فبالتبعيه هيقفل بقه. هو المشكله نمره 1 ان هم بياخدوها تحت عدم اشراف طبي، نمره 2 لازم الدكتور يتابعها كل اسبوع ويتابع الحاله كل اسبوع، ان هم بياخدوا الجرعات العاليه من البدايه. يقول لك انا عايزك. الحاجه المهمه اللي انا عايز الفت نظر كل الناس ليها، اي واحد عنده تاريخ مرضي عائلي اوعى ياخد الحقن دي، بتعمل بطء في تفريغ المعده. ممكن لو الواحد خد جرعه عاليه يعمل ما يطلق عليه اللي هي قالت هند شلل. هو مش شلل، هو توقف. المعده خلاص توقف في حركه المعده. نروح بقى لتاني خبر، وهو الهجوم والانتقادات اللي حصلت على ياسمين عبد العزيز بعد إذاعة إعلانها الجديد، واللي كان في المتحف المصري الكبير، واللي من بعد الهجوم ده صدر قرار من الإدارة بعدم تصوير أي إعلانات تانية داخل المتحف. وساعتها الناس قالوا إن ما ينفعش تعلن عن شرايح بطاطس داخل المتحف المصري، وإن المنتج غير لائق على مكان التصوير، وإن هما ملهمش علاقة ببعض. بس الحقيقة بقى إن فكرة الإعلان كانت بتتكلم عن المنتج المصري والمقاطعة، فيمكن الربط ما بين المنتج ومكان التصوير جه من هنا. بس الحقيقة إن الموضوع كان انتهى تقريبا لحد كده. الجديد بقى إن ياسمين حضرت حفلة زفاف بنت الإعلامي تامر أمين على ابن الإعلامي عمرو الليثي، ونشرت صورة ليها على صفحتها بالفستان اللي حضرت بيه الحفلة، واللي كانت ماسكة شنطة من شركة من شركات المقاطعة. فهنا بقى حصل عليها حالة من الهجوم والنقد، زي كده اللي قال لها هي المقاطعة بتعلني عنها بس لكن مش بتعملي بيها ولا إيه؟ واللي قال هي المقاطعة على منتجات ومنتجات تانية لأ. فهنا بقى ياسمين طلعت ترد على كل الانتقادات دي، وده لما نشرت على صفحتها بعد التعليقات اللي بتنتقدها، زي التعليق اللي بيقول هو ايه الشنطة دي؟ مش تبع الخواجة دي ولا هاي كوبي؟ وتعليق تاني واللي قال شنطة ياسمين عبد العزيز في أول ظهور ليها بعد إعلان المقاطعة من ديور وسعرها خيالي 135,000 جنيه. فعلقت بقى على كل الكلام ده وقالت الشنطة دي أنا جايباها من 2018، أصل في حاجات كده كل ما تقدم تحلو. وبعدها أعادت نشر البوست ده مرة تانية، لكن زودت عليه مقطع من فيلم ليها. نهاد. ايوه ايه الغباوه دي؟ هو انا كل يوم اموت لي حد على الصبح ولا ايه؟ والحقيقة إن في تعليقات كتير من بعد كلام ياسمين دافعوا عنها، زي كده اللي قال إنها مش مضطرة تبرر أي تصرف للناس، واللي قال إن ده اسمه تصيد للأخطاء، واللي قال إن دي حملة معمولة ضد ياسمين. والحقيقة إن ياسمين مش بس ردت على النقد ده، دي كمان لسه مستمرة في إن هي بترد على الهجوم اللي حصل على الإعلان بتاعها، زي كده إنها نشرت على صفحتها الخبر واللي بيقول إن في زيادة إقبال على المتحف المصري بعد طرح إعلان ياسمين، وده لأن الصحفي هاني عزب كان كتب بوست انتقد فيه ياسمين، وكنا عرضنا في حلقة قبل كده تفاصيل الهجوم والنقد ده، وده كان تاني خبر.